موضوع الدولار يا جماعة أقصى حاجة ليه الشهر الجاي، يعني الناس اللي قلقانة والأسعار والحياة بتغلى والكلام دوت، الدولة المصرية هي بتتعامل مع الموقف. يعني اللي بيتابع النشرات ويتابع الناس الاقتصاديين اللي بيتكلموا هيعرف إن دي فترة معينة كده تكون الدولة لمت كمية دولارات كويسة من السوق. بعد ما تلم الدولارات الكويسة من السوق خلاص عملت احتياطي ومخزون عندها في البنك المركزي، يبتدي الدولار يرجع لمستواه الطبيعي. الناس اللي عاينه فلوس ولا في المتغربه والكلام ده كله يقول لك ده هيوصل 35، يوصل لحاجه و30 والكلام ده، هتفشل. انت هتفشل. الموضوع مش كده خالص. الدوله الفتره اللي فاتت دي الدولار بيرفع فلمت مبالغ رهيبه من ناس اقتصاديين بيتكلموا، مش على القنوات المصريه، سيبك من القنوات المصريه ده والهري اللي بيهروه ده كمان. موضوع الدولار ده عمل ازمه للناس خلوهم يتكلموا عن يوم 11 ومش 11. الحمد لله اليوم خلص، يوم خلص 100 وربنا يحفظ البلد دي يا رب. يعني ربنا يحفظها. الازمه على جميع دول العالم، ما حدش يقعد يبص لنا في مصر بتاع. انتوا اصلا يعني الفكره كلها هنا مربوطه باقتصاد. انت الاقتصاد بتاعك اصلا يعني من غير حروب ومن غير اي حاجه نازل. تخيل انت بقى في الحروب اللي موجوده، ودول انت بتستورد منها قمح ودول بتستورد منها مش عارف ايه، داخله في حروب وداخله في صراعات، فطبيعي لازم يبقى فيه ازمات. عيشوا واستحملوا يا جدعان شويه. بص تلاقي الناس بتتكلم ان الاسعار بتغلى والاسعار مش بتغلى. اطلع بره شوف الاسعار عامله ازاي. يعني دوله عربيه مجاوره ليبيا الاسعار فيها بقت 3 اضعاف. دوله عدد سكان قليل وعندهم ما شاء الله خيرات بترول وكده وكده. الدنيا ما بقتش زي الاول. ما حدش يبص للدنيا اللي هي تبقى زي الاول، او انسوا ان في حاجه تطلع وتنزل. صدحتوا لنا دماغنا كل شويه. الحاجه بتغلى، الحاجه بتعمل. صدقوني اللي عايز يعيش بجنيه بيعيش، عايز ب1000 بيعيش. اللي عايز يصرف ده في الشهر هيصرفه، اللي عايز يصرف ده في الشهر هيصرفه. مش تقرفونا بقى كل شويه، والدوله والسيسي والنظام ومش راعين الشعب. ما انتوا ما شاء الله يعني في فلوس معاكم. يعني الواحد لو الحكومه طلعت اي حاجه بكره يندفع فيها فلوس وتاخدوها، ان كان اراضي ولا شقق، بتجروا بالملايين وبال500,000 و600,000 بعدين الناس المتغربة اللي مثلا موضوع الدولار ده بالنسبة لها عامل لها أزمة. يعني هيعمل لك أزمة فين؟ ما أنت متغرب اهوت وبتبعت فلوس. ما تبعت زي ما السعر موجود حاليا ابعت. أنت إيه اللي يخليك مثلا تقعد تتكلم في موضوع الدولار ده إن غلط اللي السي بيعملوه دوت، والناس تنزل والناس مش تنزل؟ أنت كده ماشي في الطريق الصح، أنت غلط. يا جدعان بلاش الاهالي والشغل اللي الواحد بيشوفه ده، ان تقعدوا تشتكوا الدولار وحاجه غاليه علينا. انتوا ما شاء الله الحريم مثلا بص تلاقي يوم السوق اللي عندهم في اي بلد ولا في اي نيله عندكم، بص تلاقوا نازلين معبيين قد كده. اصلا مش هتاكلوكوا معبيين قد كده. مش عارف الكوسه مش عارف بكام، والقلقاس مش عارف بكام. واكسه توكسك انت وهي. ما تشتروا على قدكم وتيجوا التلات اللي بعده، وتيجوا السوق اللي بعده تبصوا تلاقوا بترموا نص الحاجه انتوا جبتوها عشان بقى خلاص باظت عدى عليها، تروح تشتروا تاني. والله انتوا اللي بتفتروا على الدوله، والله الدوله ما افترت عليكم. والله انتوا حلال فيكم اللي بيتعمل ده. انتوا حلال فيكم اللي بيتعمل ده. انتوا ناس لابد من التكون، تبقى في ضغط عليكم شويه. انتوا لما بتاخدوا حريه بتعملوا حاجات عجيبه وحاجات غريبه. بص تلاقي اللي رايح يجوز ابنه ولا عليه النعمه ابنه ما اشتغل ولا جاب حتى حق البدله اللي هيلبسها يوم الفرح. بص تلاقيه عامل له فرح وعامل له مخدرات هنا وعامل له مش عارف ايه هنا، ويقول لك ده الدنيا غاليه ده ما فيش. يا جدعان انتوا بهايم والله العظيم. ما بتفكروا شعب متخلف. واحده تطلع عايزه تتجوز، انا عايزه مش عارف قد ايه دهب، ده انا بنت خالي وبنت عمي وبنت ستي وبنت اللي جابوني وبنت اللي خلفوني جايبه بقد كده. طب وبعدين يعني نعمل ايه؟ يعني هي جايبه، يمكن الظروف ساعتها سمحت. فانتوا يا جدعان والله اللي عايز يعيش بيعيش. انتوا شعب اصلا الفهم عندكم ضيق، ما بتفهموش اصلا. عملتوا ثورتين ودمرتوا البلد ورجعتوها، خليتونا نعيش ايام ما يعلم بالله ربنا. فانتوا يعني اللي عايز يعيش بيعيش. اتقوا الله في البلد شويه. موضوع الدولار اقصى حاجه ليه الشهر الجاي، اقصى حاجه ليه هيوصل الدروب بتاعه اللي هو فوق خلاص، وبعد كده سيت داون يقعد تاني مكانه. ما تقلقوش الايام اللي جايه خير. والله العظيم والله العظيم كم مره انتوا اتقوا الله بس في نفسكم وفي كده كده. باي باي.